ازيكم عاملين إيه الاخبار؟ النهارده انا هعمل لكم نوعين من السلطه. سفره رمضان او طبليه رمضان مش بتحلى غير بالنوعين من السلطه دول، بيبقوا حلوين جدا جدا، مريحين قوي قوي للمعده، وكمان بيفتحوا النفس قوي قوي فعلا. هنعمل مع بعض البابا غنوج، وهنعمل كمان سلطه الطحينه بابسط ما يمكن بدون اي تعقيد. المهم غسلنا البتنجان او الباذنجان وحطيناه كده على النار يتشوي في الفرن بقى، على البوتاجاز، على جريل، على طاسة، براحتك خالص. اشوي البتنجان زي ما انت عايزة. تعالوا بقى نعمل مع بعض سلطة الطحينة. سلطة الطحينة بقى بحط كده 4 معالق من الطحينة. استخدمت النهاردة طحينة البوادي، وضفت عليهم ربع كوباية من المية. كانت مية من الكاتل، كنت غلياها وركناها كده على جنب، فقمت مستخدماها. ما جبتش من الحنفية ولا حاجة، استخدمت مية مغلية يعني. وكانت إلى حد ما فترة. وقلبتهم كده مع بعض، ضفت معلقة نص ليمونة، أو معلقة آه، أو عصير ليمونة كاملة، او معلقه كبيره من عصير الليمون، على حسب بقى يعني الكميه اللي انتوا عاملينها. ملح، ملح، كمون، بابريكا، شطه. بس كده، هي دي توابل الطحينه. وضفت كمان فصين من الثوم المفرومين. انا عندي في الثوم متفرز، ضفت كده حته كده صغيره، يعني بالظبط فصين من الثوم. واقلب كل ده بالويسك زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وبس خلاص سلطه الطحينه جاهزه معايا. القوام تقدري تتحكمي فيه بالسمك او بالتقل او بالاخفيه، عن طريق المية اللي انت بتضيفيها. ولا زبادي بقى ولا لبن ولا اي حاجة خالص. لزوم الجرنشة رشة كده من البقدونس المجفف. وخلاص، شكرا على كده. ممكن تستخدموا بقدونس فريش او شبت فريش، بيدي برضو شكل حلو. ده كان متوفر عندي وقت ساعتها يعني، فخلاص كده ده وصفة. دي أول وصفة، أو وصفة الطحينة السهلة جدا البسيطة. هي فعلا سهلة أوي أوي. طيب تعالوا بقى نعمل مع بعض سلطة بابا غنوج. شوينا البتنجان، وفي نفس البولة اللي احنا عملنا فيها الطحينة قمت مقشرة البتنجان على الطحينة بالشكل ده. وضفت فلفل سبايسي. انا بحب البابا غنوج بالفلفل سبايسي. ممكن تستخدموا فلفل بارد عادي، انا استخدمت فلفل هاليبينو، اللي هو الفلفل الاخضر الحراق ده. وكمان ضفت فلفل احمر سبايسي برضو، وقلبتهم كل ده مع بعضه. وضفت وبالهاند بلندر، وبدات ان انا افرم. استسهلت بصراحه الهاند بلندر. ممكن تحطي في الكبه، ممكن تحطي في الخلاط، ممكن تهرسي بالشوكه، يعني براحتك خالص. دي حاجه ترجع لك انت، بس خدوا بالكم. كل ما فرمتي اكتر في الكبه او بالهاند بلندر او بالخلاط، كل ما كان اسهل كتير. وكل ما كان هيديكي شكل حلو قوي. طيب هنا بقى بعد ما قلبت كل ده مع بعض، وضفت بالظبط معلقتين من الزبادي البيتي الجميل بتاع رمضان ده يا جماعه. ضيفوا منه معلقتين من البابا غنوج، هيهدولكوا الدنيا دي خالص. وهتبقى فعلا طبق يعني مغذي جدا جدا. في خضار وفي فلفل وفي زبادي، يعني حاجه كده تحفه. وقلبت كل ده مع بعضه، وطبعا الملح ظبطته، رشة بقدونس كده مجفف بردك. وخلاص شكرا، الوصفتين جاهزين معانا. كل سنة وانتم طيبين. رمضان فعلا ما بيحلاش غير باللمة، وما بيحلاش كمان غير بطبق بابا غنوج وسلطة الطحينة. اشوفكم على خير في رعاية الله، مع الف سلامة.